دي حاجه تتباع بره اسمها سيل ميت. سيل ميت، تمام، دي وظيفتها ان انا بنظف بيها السي المساعد. نظف بيها السي المساعد، هو ده اصلا ينفع؟ بينفع. دي بتتباع بره بحوالي تقريبا 4 او 5 دولار، يعني احنا هنتكلم في 200 250 جنيه. تمام، 200 250 جنيه دول يغنوك عن 2000 جنيه في انواع موتوسيكلات و3000 جنيه و4000 جنيه في انواع موتوسيكلات ثانيه. طب دي بتشتغل بنسبه 80% 90%. طب هي دي اصلا ايه وظيفتها او ازاي بتشتغل؟ المساعد عموما وهو شغال، اكس المساعد ما بينزل ويطلع طول ما انت ماشي بيقابل تراب، بيقابل رمل رفيع، بيقابل انسكت كتير، حشرات. تمام، الحاجات دي في حاجات بيشيلها ألسي التراب، وفي حاجات بتدخل بعد يعني بتعدي ألسي التراب فبتدخل على الألسي اللي حابس الزيت نفسه، فبتعمل زي فجوه كده ما بين الألسي وما بين عمود المساعد. تمام، بيبدا يحصل تسريب من المكان اللي وسع ده. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا بنشيل ألسي التراب وبنبدا ندخل القطعه دي ما بين العمود وما بين الألسي، ونلف ونسحب التراب نطلعه، ونلف ونسحب التراب نطلعه. هنعرض فيديو هنفرجكم عليه، تمام، للطريقه دي هي بتستخدم ازاي. والطريقه دي انا مجربها من سنتين، وما حصل الايش تاني معايا في الفي تي اكس عملتها تاني، تمام، وجربتها تاني والألسي رجع يشتغل تمام. طول ما الألسي بتاعك سليم، الألسي مش مقطوع، الأداة دي هتغنيك عن تغيير ألسي المساعد وتغيير الزيت. لو الألسي مجرد التراب والوساخة أو التراب والحاجات الحشرات والحاجات اللي دخلت جوه الألسي، يبقى أنت كده رجعت تاني عملت صحيته من الآخر، وهتشتغل بيه سنة وسنتين وثلاثة تاني مرة. تمام. فطيب دي بتتكون، دي ممكن نعملها ايه؟ ممكن نعملها من اي حاجه، يعني دي مثلا من علبه قديمه عندي، ممكن تعملها من جيركن قديم عندك، ممكن تعملها من اي حاجه موجوده. في فيديو هنحطه ازاي هي بتستخدم، وفي فيديو تاني اللي انا عملته بس ما كانش جوده التصوير فيه كويسه، برضه هنعرضه للمصداقيه. هنجربها وهتشوفوا قد ايه دي بتوفر كتير جدا. سيل ميت هي مش موجوده في مصر، فاحنا بنعملها يدوي، يعني احنا تقريبا بنعملها بزيرو كوست زي الريسايكلينج كده. لو معانا جيركن او معانا اي حاجه مش عايزينها، جيركن قديم بتاع زيت، جيركن قديم بتاع ميه، اهم حاجه يبقى فيها الشفه اللي هي زي الهوك كده، عشان نقدر واحنا بنرفعها نطلع بيها التراب ونطلع بيها الانسكت، الحاجات المحشوره. هنجرب وجربوا، واوعدكم ان انتوا هتتبسطوا جدا. اهم حاجه تابعوا معانا الفيديو، اتفرجوا على طريقه الاستخدام، ودمتم سالمين. قبل ما نبدا، المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنفك اول حاجه ألسي تراب. تمام، هنعمل ألسي تراب، هنبدا بالراحه بالمفك بالراحه، ونبدا نلفه ونطلع ألسي التراب بالراحه خالص. طبعا نبقى ماسحين الاكس قبل ما نعمل اي حاجه عشان التراب والزيت. تمام. طيب، وبعد كده بناخد السيل ميت القطعه اللي احنا عملناها وبندخل بيها على المساعد عشان ندخل ال... ندخل ندخلها كده في الألسي. ماشي، اهيت تدخل كده كده، وبنبدا ان احنا نلف. تمام، بنعمل كده ونلف. تمام اهي، ونلف. تمام، ايوه اهي، ونلف. نلف كده 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 اهيت كده، ونبدا نطلع. ده زيت قديم، تمام، والتراب. وده الهدف من السيل ميد دي، ان انا اطلع التراب اللي ما بين الاكس وما بين الالسي نفسه. ان انا ابدا اعمل كده، اعملها مره واثنين وثلاثه. طبعا في جزء من الزيت هيطلع، وده هنشوف دلوقتي هنتصرف معاه ازاي عشان ان احنا نتاكد ان الدنيا مظبوطه وما فيهاش اي مشكله. طبعا انا بعمل التجربه قدامكم عشان الناس تبقى فاهمه القطعه دي ممكن نستخدمها ازاي. بنعمل كده جنب الاكس خالص وبندخلها جوه الألسي، بندخل اهو، وبعدين نبدا نلف كده كده، ماشي كده، ونطلع. تمام، ونبدا ننظف مكان الزيت اللي طلع. هنعمل كده في الجنب ده، والجنب التاني نفس الموضوع.
ده المساعد التاني، هنبدا اهوت، ده الجنب التاني. تمام، شلنا قلسي التراب برضو اهوت. تمام، وبنبدا ان احنا برضو اهي شايفين احنا مدخلينها ما بين الاكس ما بين القلسي نفسه، وبنبدا ان احنا نلف كده اهو اهوت. تمام اهوت ماشي اهو، شايفين اهوت. ابدا ان انا اشيل بقى الكلام ده. هي دي فكره عمل الفكره بتاعت السيل ميت، ان انا بيبقى ما بين التراب والانسكت، الحشرات والحاجات اللي مسكت في الاكس ده وانا ماشي، بتعدي في حاجات بسيطه جدا بتعدي من قلسي التراب وتبدا تدخل ما بين الاكس وما بين القلسي بتاع الزيت، فده بيعمل فرق، فبيخلي الزيت يبدا يخرج. تمام، ناس كتير بقى بتروح يقوم جاي فاكك شايل القلسي رميه، حاطط زيت حاطط قلسي، دخلت في تكلفه وبقت كبيره جدا دلوقتي. احنا بنحلها بدي، بعد ما عملنا استخدمنا السيل ميت وظبطنا الدنيا، المفروض ان في شويه زيت زياده اللي قلنا عليهم ان هم يخرجوا. طيب دول المفروض ان انا اعمل ايه قبل ما اقفل السيت التراب بتاعي واظبط الدنيا؟ ببدا ان انا امسك الفرامل بتاعه البايك، وابدا ان انا اضغط على المساعد زي ما انتم شايفين كده، مره واثنين وثلاثه، مره واثنين وثلاثه، وبعدين اقف تاني. تمام، ابدا ان انا امسح. تمام، هتلاقوا هنا علامات الزيت اهي، ماشي، علامات الزيت هتلاقيها طلعت. تمام، ابدا ان انا امسح. تمام، واعمل نفس الموضوع تاني. ده انا بعمله ليه؟ بعمله عشان الزيت الزياده اللي موجود في الفرق ما بين المساعد وما بين القلسيه، تمام، يبدا ان هو ايه, إيه؟ امسحه عشان يبقى الدنيا نطفت خالص. وطبعا زي ما قلنا وانت بتمسح البايب بتاعك مهم جدا ان انت تمسح الاكس ده، عشان الحاجات اللي لزقت وانت ماشي، الحشرات والتراب والكلام ده كله، تبدا ان انت تشيله.